السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم بيوم جديد وفيديو جديد من حلقات يوميات شيمو في فرنسا. ولو اول مره تشوفي الفيديو يا ريت تضغطي على كلمه اشتراك اللي باللون الاحمر وتضغطي على الجرس وتضغطي على الكل عشان لما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. والنهارده بقى جاي لكم بفيديو جديد، فيديو حلو قوي، يعني هو بسيط وسهل وبسرعه بسرعه كده. انا كنت معزومه عند واحده صاحبتي وفي نفس الوقت كنت عايزه اعمل واجب يعني مع جماعه فرنسيين اصحابي، يعني كنت عايزه اودي لهم حاجه حلوه. كنا طبعا في العيد وهم عارفين ان احنا في العيد بنعمل حلويات وكده، بس يعني في العيد ده انا كان جوزي مش موجود فما عملتش حلويات كتير، ما عملتش حاجه يعني. كان نزل مصر اجازه وجه، فطبعا انا ما عملتش حاجه وكنت معزومه عند واحده صاحبتي اللي هي المغربيه اللي انا نزلت الفيديو اللي فات بتاع العيد واحنا عندها. طبعا جيت قلت طبعا مش هينفع ادخل على الناس بايدي فاضيه، والعزومه جت مفاجاه. فطبعا جيت عملت بسرعه بسرعه كده شويه جلاش وشويه كنافه. عملت جلاش وكنافه، خدت منهم اطباق كده، عملت اطباق اللي يعز عليا وديت له كل واحده طبق. طبعا جماعة فرنسيين أصحابي وديت لهم برضو منهم جلاش وكنافة، هما بيحبوا الحلويات دي جدا، حلويات العرب بالذات. وصاحبتي ديت يعني خدت لها طبق برضو وانا رايحة. هتشوفوا معايا في اخر الفيديو طبعا منور السفرة كده. طبق الحلو، الحلويات المصرية دي بتبقى منورة الدنيا كده وبتبقى منورة السفرة. طبعا ندخل في الموضوع على طول، ندخل في الفيديو بتاع النهاردة. جبنا ورقة جلاش وجبنا مكسرات مشكلة زي ما انت عايزة، زي ما تحبي طبعا. هنا متاح اللوز واللوز والسوداني، هنا متاح يعني المكسرات كلها يعني وكده. فجبت كان عندي لوز، فرمت شوية لوز وفرمت شوية سوداني وزبيب وجوز الهند وفرمت كله في بعضه كده. وبعدين قلبت على بعضه وحطيت شوية زبدة صفرة، دي زبدة على سمنة بلدي. حطيت شويه زبده عليهم وقلبتهم كويس. وبعدين جبت ورقه الجلاش، كل واحده ورقتين، كل واحده ورقتين، والف الف الف كده واعمل الاطراف عشان المكسرات ما تروحش ما تقعش يعني. عملت سنه كده من الطرف، وده ميه بدقيق عشان تمسك العجينه ما تفتحش يعني. تبقى الرول بتاعها جامد ما يبقاش مفتوح. المهم زي ما انتم شايفين كده انا عملت الرول. الف الطرفين من الطرف، الف الحرفين بين الطرف والطرف اللي احنا بنقفل عليه بعمله العجين ده اللي هو الدقيق في ميه، حاجه بسيطه كده بس عشان ما تبقاش مكلكعه. وفي حاجه ملحوظه، اللي تحت تبقى اطول من اللي فوق شويه عشان هي اللي هتقفل على الجلاشه كلها. وبعدين عملت كله بسرعة كده. عملت كل الجلاش، حتى انا كنت لابسه اصلا وخارجه وقلت لا مش هينفع اروح كده. عملته بسرعه كده، حاجه على السريع. عقبال ما الجلاش استوي كنت انا عملت الكنافه ورحت حاطه كله ورا بعضه في الفرن جري جري كده، وخدت بقى ومشيت، رصيت الحاجه ومشيت. وهنا كده طبعا انا كنت خلاص خلصت لف ورص. وجبت وقطعتهم الاول عشان ايه؟ عشان احط الزبده اللي باقيه اللي انا هحطها تشرب تبقى مورقه يعني، عشان الجلاش يبقى مورق وحلو. وجبت الزبده وحطيت عليها شويه فانيليا زي ما انتم شايفين كده، باكو فانيليا. وجبت الزبده اللي كانت باقيه وقلبت عليها الفانيليا كويس، ورحت ساقيه بيها الجلاش كله. دي الزبده على سمنه بلدي. وبعدين سقيت بيها الجلاش، وبعدين حطيته في الفرن زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا يعني اميله كده عشان الزبدة تدخل في الجلاش. وهتشوفوا معايا في نهاية الفيديو. والله يا جماعة كان جميل، مع انه كان سريع بس كان جميل. حاجة كده بسرعة بسرعة، بس كان جه حلو يعني، جه قرفته حلوة يعني. جه طبعا كان باقي شوية جلاش كده صغيرين مش كتير، فبصراحة استخسرت هسيبهم هيبوظوا. فقلت ايه، بما ان في مكسرات لسه وكده، قمت راح عاملاهم مثلثات زي ما انتم شايفين كده. ورحت حطهم برضو في الفرن بعد التانيين زي ما شفتوا كده. عملت كله زي ما انتم شايفين، احط المكسرات والف الف الف الف، وبعديها خلاص خلصت زي ما انتم شايفين في الطبق كده خلصتهم. ده اللي كان باقي كله. وبعدين حطيته في الفرن وزي ما انتم شايفين بقى، شوفوا طلع عامل ازاي.
حاجة كده تحفة والله العظيم، جميل وسريع وحاجة كده يعني بسرعة بسرعة بسرعة، وطعمها جميل جدا ومورق وجميل جدا، ومفيش واحدة مفكوكة ولا مفتوحة ولا كلام من ده. زي ما انتم شايفين بقى كده، انا هقطعه بقى، هو اصلا متقطع من قبل ما يدخل الفرن، فانا هجيبه قاعد عليه بالسكينة تاني وارصه بقى في الاطباق زي ما هتشوفوا دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده، كنت انا غلفت ونسيت اصور، رجعت فكيت التغليف وقلت اصوره لكم تاني. زي ما شفتوا كده حاجة جميلة ومورق وجميل من جوه، جميل. عجبهم قوي قوي يعني، كل اللي كل منه عجبهم. دي الكنافة، دي الكنافة كانت انا عاملاها صوابع وقطعتها قطع صغيرة كده، هي باينه ان هي مهرقله لكن والله كانت جميله ومظبوطه يعني زي ما انتم شايفينها كده. بس هي الكنافه بيبقى الشعر بتاعها ايه، باين يعني في الصوره ان هو مهرقل كده، مش مظبوط، لكن والله كان مظبوط جدا. لكن هو في الحقيقه كان غير الصوره خالص، كان جميل جدا. جبت ده طبق جلاش وطبق كنافه، ده كنت موديه المكان معين يعني. دول الاتنين كانوا مع بعض، الكنافة والجلاش دول كنت موديهم مكان يعني. حبايبي هنا فرنسيين يعني يعزوا عليا وبيبقوا يعني عارفين ان احنا في العيد بنعمل حاجة حلوة كده، وانا متعودة اودي لهم. فبصراحة لما انا بما اني عملت فقلت لا اودي بقى. وده طبق برضو لواحدة صاحبتي، والتانية واحدة صاحبتي، يعني كل واحدة ليها حاجة بسيطة كده، هي حاجة بسيطة بس بترضي حاجة كويسة يعني. وطبقنا طبعا اهو باين في وسط السفرة. وانا كده خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.